هو إيه بقى تطبيق ساندر ده؟ وبيعمل إيه برضه يعني أنا لسه ما فهمتش، وده مين أصلًا عشان أدّي له فلوسي وأأمّنه عليها، وبيكسّب بقى والّا أنت بتسوّق بالعمولة بقى وكده حركات الناس دي؟ لا يا عم عيب عليك، مش واثق فيّا والّا إيه؟ أيوه برضه حاجة تمام والّا برضه مغيّر اسم التداول عشان تقيس علينا بقى وتكسب أنت من ورانا فلوس؟ استنى بس استنى، هنعرف كل ده النهارده ما تنساش تدعمنا بلايكك الجميل، ولو أول مرّة تشوفنا تشترك في القناة وتفعل زرار الجرس عشان تتابع كل الجديد، ومعاكم مصطفى من قناة بلاك سانتا. واحدة واحدة كده مع بعض هاجيب لكم تاريخ الشركة ديّة إيه نظامها. مؤسس الشركة أحمد حمودة، وبالمناسبة ده كان مدير عام في شركة أوبر، يعني تخيّل أحمد حمودة ده كان مدير عام في شركة أوبر وسابها يعني ساب الشغل عشان يعمل مشروع حاجة زي ساندر ده مثلًا، تقريبًا حد لو وصل للمنصب دوّة بيلزق أساسًا فيه وخلاص بقى ممكن يموت فيه أساسًا حرفيًا، وخلاص قبضه كويس وعيشته كويسة، فخلاص هو مش محتاج حاجة تاني، عايز إيه تاني من الدنيا يعني أو ليه يعمل مشاريع بقى كل الفرهدة دي. وبالمناسبة كمان كان عامل بودكاست مع يوسف صبري، هاحط لك الرابط بتاعه تحت في صندوق الوصف، هيفيدك برضه، هيفيدك في التطبيق وتعرف مين أحمد حمودة دوّة عشان ممكن إيه، تزيد ثقة شوية. برنامج ثاندر ده بقى بيبقى عبارة عن وسيط بينك وبين سوق الأسهم والشركات، ولو ما تعرفش يعني إيه استثمار، هتعرف الفيديو اللي فات كنت شارحها لك هتلاقيه في الآي اللي هنا والآي اللي هنا، يبقى ارجع اتفرج عليه عشان هيفيدك. زي ما قُلت لك المرة اللي فاتت خلاص الحوار بقى بيمشي بتطبيق والدنيا بقت أسهل بكتير. ولو ما تعرفش التطبيق هتلاقيه تحت في صندوق الوصف، ابقى حمّله وكمّل معايا الفيديو، قبل ما تتخض بقى وتفتكر إن أنا باسوّق عليك بقى وبانصب عليك زي الفيديوهات اللي قُلت لك عليها المرّة اللي فاتت. وأنا بالمناسبة الرابط دوّة لو فعلًا أنت حمّلت منّه أنا فعلًا هاكسب فلوس وفعلًا هتدعّمني عن طريقه، بس في نفس الوقت ما ينفعش أكسب منّه حاجة غير لو أنا جوّه التطبيق نفسه، غير التطبيقات اللي فاتت اللي أنا قُلت لك عليها. وأنت برضه ممكن لو دخلت تعرف تعمل نفس الرابط دوّة تعرف تخلّي ناس تحمّل التطبيق وكمان هتكسب أنت، بس واحدة واحدة كده بقى مع بعض هنفهموا الدنيا ماشية إزاي. لإن برضه لو أنت مثلًا مش واثق في التطبيق شوية، أقول لك برضه إن التطبيق دوّة مش زي تطبيقات التداول اللي أنا قُلت لك عليها، لإن هنا البرنامج واخد تصاريح من البنك المركزي المصري ووزارة المالية رئيس سوق الأسهم في مصر. ليه بقى؟ لإن أنت هنا بتعمل تطبيق مصري، فطبعًا هنا تحت إدارة مصرية، فأنت هنا محمي 100% من إدارة مصرية، وتقدر كمان لو البرنامج ما جاش معاك سكة ولو يا عم لو نفترض لو سرقك، أنت ممكن تروح تبلّغ عليه عادي جدًا وهتاخد حقك، فأنت هنا هتحط فلوسك وأنت متأمن كمان، عكس التطبيقات التانية. التطبيقات كلّها كانت بتبقى برّه مصر وكانت بتبقى حرية تامة، ما فيش بقى أي تصريح ولا أي حاجة، وأنت بقى بتشتغل مع ناس ما تعرفهاش أساسًا، ولو اتسرقت أنت خلاص ما لكش حق وما تعرفش ترجّعه أصلًا. زي ما قُلت لك برضه الفيديوهين اللي فاتوا ابقى ارجع شوفهم عشان برضه هيفيدوك أوي، أوي، هتلاقيهم في الآي اللي هنا أو الآي اللي هنا. بداية التسجيل هنا زيها زي أي تطبيق بيتعامل مع البنك المركزي، هياخد بطاقتك وش وضهر وهياخد صورة شخصية ليك، هيطلب منك تصوّر صورة سيلفي، وهياخد اسمك كامل وهياخد رقمك القومي وكل حاجة عنك تقريبًا. وطبعًا هنا عشان يعرف هويتك ويعرف كل حاجة عنك عشان يبقى مأمّنك وأنت داخل ما تعرفش تعمل حاجة كده والّا كده لو ناوي على حاجة يعني، وده برضه يدل على أمان التطبيق. وكمان تقدر تعمل password جوّه التطبيق نفسه، عشان لو لا قدّر الله تليفونك اتسرق أو أي حاجة، لو عرف يفتح الباسورد الأساسي بتاع التليفون اللي برّه، ما يقدرش يفتح الجهاز جوّه أو يفتح التطبيق جوّه، ويبقى لازم ليه باسورد تاني، فده برضه زيادة أمان ليك. خلاص بقى أنت هنا شغّلت الحساب وفعّلته، أنت هنا لسه ما فعّلتش اللي أنت هتستثمر بفلوس حقيقية، أنت هنا هيدخّلك بقى على حساب وهمي تقريبًا بحوالي 100,000 جنيه تقريبًا، وتخش بقى تشتري هنا وهنا وهنا، تجرّب بإيدك عشان تعرف أنت بتعمل إيه وتشتغل كويس. بس في نفس الوقت ما تغوّطش وتكتّر أوي عشان لو كسبت بجد هتتحسّر إن الفلوس دي مش هتجيبها تاني، وإن الفلوس دي وهمية 100% فبرضه مش هتكسب منها حاجة. تمام بقى إحنا هنا عايزين نفعّلوا الحساب بتاعنا وعايزين نشتغله بفلوس حقيقية، نعمله إيه؟ عندك هنا بيبقى في استمارة، ممكن تطبعها وتاخدها عندك وتبعتها بعد كده في البريد ومش عارف إيه، دي بوليكا ما لناش دعوة بيها، خلّيك في الخيار الأسهل. هنا بقى أنت ممكن تطلب العقد دوّة هييجي لك وهياخده منك تاني وكل ده من غير ولا جنيه رسوم، ده بيبقى عقد بينك وبين سوق الأسهم وبين سوق ساندر كمان، وكل ده بيبقى إيه، ورق كتير كده ابقى اقراه واتأكد منه بنفسك كمان. هياخدوا منك كده تقريبًا بتاع 5 إمضاءات حوالين الورق كله، هيبقى محددهم لك برضه هو، وهيبقى مسهّل لك الدنيا على الآخر، مش هتبقى معقدة أوي. والصراحة التوصيل بقى هنا على حسب حظك، في اللي بياخده وهييجي لك كمان كام يوم ياخده منك، وفي اللي بياخده ويفضل يستناك تمضي وأنت واقف وياخده منك بالمرّة وهو ماشي. على حسب بقى أنت هييجي لك مين، وفي نفس الوقت لو اتأخروا عليك شوية برضه عادي اعذرهم، كده الورق هييجي لك يعني ما تخافش. وممكن إيه تتأكد برضه إن أنت تطلب تاني أو تأكد على الخدمة بتاعتهم، تسألهم يعني الورق جه والّا ما جاش وكده يعني فاهم، زيها زي أي سوق شحن عادي، بس في نفس الوقت أنت لسه ما بتدفعش ولا جنيه لحد دلوقتي. بعدها على طول هياخد منك الاستمارة وهيقعد كام يوم كده يقول لك يتم مراجعة الورق وكده، ممكن الحوار ده يتأخر بس مش دايمًا يعني.
وهيوصل لك رسالة مبروك أنت بقيت مستثمر رسمي في التطبيق وتقدر تستعمل بفلوس حقيقية. ها يلا بينا بقى نرمي تحويشة العمر كلها جوه؟ لا بقى، واحدة واحدة كده بقى، بطل غباء، كمل معايا الفيديو. أنت بقى دلوقتي بقيت ينفع تستثمر في أسهم الشركات وفي صناديق الاستثمارية. هنعمل إيه بقى؟ عندك هنا إيداع طبيعي خالص، ممكن تعمله عن طريق تحويل بنكي أو عن طريق فوري، وكمان في فودافون كاش. واجدد حاجه دلوقتي لسه نازله انستا باي، وكل مدى بيسهلوا الحوار اكتر واكتر عشان يزودوا عدد الناس والدنيا تبقى سهله مش معقده زي ما انت فاكر. وطبعا استنى هنا، قبل ما تجرب اي حاجه خش على الويب سايت بتاعهم، هتلاقي حاجات تعليميه بالعبيط قوي. الصراحه الويب سايت بتاعهم جميل جدا ونضيف وسهل استعماله كمان، وهتلاقي نصايح كتير 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 عشان قبل ما تستثمر انت تبقى فاهم بتعمل ايه ومتعلم على الاقل شويه، واهم حاجه عندهم التعليم، والصراحه دي حاجه كويسه جدا. هتخش هتلاقي موسوعه ماليه كامله هتعجبك أوي الصراحه، هتلاقي الرابط بتاعها تحت في صندوق الوصف. مبدئيا كده هتحط فلوس انت مش محتاجها، ولعت بقى اتحرقت خسرت كسبت انت مالكش دعوه بيها دلوقتي. وما تحطش فلوس هتاثر عليك ماديا فيما بعد، وخصوصا لو عليك ديون واقساط خلصها ومالكش دعوه بكل ده. لو تقفل الفيديو وتنزل تشتغل عشان تخلص الديون اللي عليك، مالكش دعوه باي حاجه بتتقال هنا. تاني حاجه، حاول تخليها فلوس شهريه او حاجه انت تعملها مظبوط، ان شاء الله لو 100 جنيه. مفيش حد ادنى دلوقتي، مش زي زمان بقى وفاكر بقى الاستثمار بالمليونات وكده. بس اهم حاجه تبقى فلوس شهريه تنتظم عليها. واهم قانون لازم تعرفه في الاستثمار اول ما تخش، واللي انت ما تحطش البيض كله في سله واحده، لان قالها لو السله دي اتخرمت البيض كله هيتكسر وانت اللي هتزعل. زي مثلا ان انت ما تجيش تحط الفلوس كلها اللي هتستثمر بيها في شركه واحده، والشركه دي اسهمها تقع فانت اللي هتزعل في الاخر، وفلوسك انت اللي هتخسر. فانت لازم توزع الدنيا عشان تقلل مقدار الخساره عليك، وده تمشيه في اي حاجه في حياتك تقريبا. يعني انت استثمارك هنا ممكن تقسمه على اربعه: ربع عقارات، وربع ذهب، وربع اسهم تكنولوجيه، وربع صناديق استثماريه. وعلى حسب بقى انت تقسيمتك عايز تستثمر في ايه بالظبط، بحيث ان لو في شركه منهم نامت انت لسه برضه في امان، ولسه دنيتك كويسه، وخسارتك ايه لو انت لسه معاك التلات ارباع بمعنى اصح يعني. وعندك هنا التطبيق كمان مسهل الحوار، وهتلاقيه مقسمها لك كلها مجالات، والدنيا تبقى سهله عليك، وهتعرف انت عايز تستثمر في انهي مجال بالظبط. ومن احسن حاجات التطبيق كمان ان هو كل فتره هيبعت لك رساله على الجيميل، هيبعت لك احسن شركات الاداء الفتره ديت، احسن اداء مثلا اداء في الشهر ده، في الاسبوع ده، وهكذا. وفي نفس الوقت وانت بتستثمر في الشركه هتجيب لك اداء الشركه على مدار 5 سنين، زيها زي جوجل بالظبط. وممكن كمان تخش تتاكد، عشان برضه لما تيجي تستثمر في شركه انت تبقى عارف بتستثمر في ايه، وشايف الشركه عامله ازاي. وفي نفس الوقت برضه ان في ناس بتعرف مثلا لما تيجي تستثمر تحلل مثلا بقى حركه الاسهم طالعه لفوق ولا نازله لتحت، والدنيا ديّة عشان يعرفوا على مدار السنين بعد كده إيه اللي هيحصل في الشركة دي. وفي كمان جروب عاملينه، جروب مستخدمين ساندر، هو جروب مش من الشركة نفسها، بس في ناس كتيرة جوّه عليه، وكمان هتلاقي إفادات وهتلاقي أسئلة كتير موجودة، وهتلاقي إجابات على أي حاجة أنت عايز تسألها مثلًا. لإن برضه نفس الجروب دوّة كان ذكره أحمد حمودة في البودكاست بتاعه، لإن هتلاقيني سايب لك الرابط بتاعه برضه تحت في الوصف، لإن برضه كان ذكره وقال لك إن الجروب فيه ناس كتيرة كويسة، وهُم كمان بقوا بيتابعوا التطبيق من عليه، وبقوا بيتابعوا أسئلة الناس، وبيلاقي إن الfeedback بتاعه كويس جدًا. عشان كده عجبه الجروب وهو حاليًا فيه ومتابع الناس جوّه. والصراحة الapplication مسهّل عليك الدنيا كلّها، ودي كانت خطة أحمد حمودة اللي هو يخلّي إن الاستثمار تقدر تعمله من التليفون، لإن دلوقتي يعتبر التليفون دوّة ما بقاش يتشال من أي بيت في مصر. إيه هي بقى أهم النصايح اللي أنت تقدر تعرفها عن البرنامج وعن الاستثمار نفسه، عشان تعرف أنت داخل على إيه بالضبط؟ لازم هنا تعرف المدة بتاعتك أنت هتستثمر قد إيه، لو كان قصير المدى من سنة ل3، ولو كان متوسط المدى من 3 ل5 سنين، وممكن كمان ل10 سنين، ولو كمان طويل المدى ممكن من 10 سنين وطالع. ودي الحاجات اللي بتخلّي خسارتك شبه منعدمة أصلًا، لإن أنت هنا مثلًا لو اشتريت السهم النهارده ب10 جنيه، لو بكرة بقى 9 جنيه أنت لسه ما خسرتش، لإن أنت هنا لسه ما خسرتش الخسارة الفعلية، أنت لسه معاك السهم زي ما هو. ولو مثلًا على أبعد تقدير بعد سنة السهم كده هيغلى عافية ذوق مع أساس التضخم، لإن كده الأسهم لازم تعلى سنويًا، فأنت برضه هتكسب كده. فالقيمة الفعلية اللي أنت بتخسرها بعد ما تبيع، فأنت لحد دلوقتي لسه ما خسرتش، فما تبيعش لو الأسهم مثلًا نزل شوية عشان ما تزعلش أنت. وبرضه لازم نفرّق هنا بين الاستثمار والمضاربة. الاستثمار هنا إن أنت تشتري السهم ويقعد معاك مثلًا سنة، سنتين، 10 سنين كأبعد تقدير يعني، كده هتكسب وهتبيعه إن شاء الله وهيكسب معاك ربح كويس. على الأقل يا عم أنت فلوسك في أمان وهتحافظ على قيمتها من الخسارة لو سِبتها كاش في إيدك. إنما المضاربة هنا أنت ممكن تحط فلوسك في شركة ناشئة، ممكن بعد شهر التمويل دوّة مثلًا يمشي كويس مع الشركة، فمثلًا فلوسك تتضاعف، خلاص بقى أخدت الربح خلاص وبِعت أسهمك، بلاش تطمع بقى عشان ممكن الشركة دي تقفل أو تُقع أو يحصل حاجة في الأسهم لا قدّر الله وتروح أنت فيها. فتاني حاجة برضه أحب أقول لك بلاش تطمع. ولازم هنا يبقى في متابعة ربع سنوية أو شهرية. ليه بقى؟ لإن أنت ممكن تدوّر على الشركة تشوف مثلًا ممكن الربح يكون طالع 200% والّا حاجة، ممكن يكون 250% مثلًا ربح والّا حاجة،
فأنت ممكن تحتاج تروح بايع الأسهم دي، بس في نفس الوقت القرار اللي هتاخده ما تزعلش عليه خالص، لإن مثلًا كان ممكن تطمع إن الشركة تعلى أكتر من كده، فممكن السهم يروح، فأنت برضه الفرصة راحت منك، وكده برضه ضيّعت عليك الفرصة، عشان كده برضه باقول لك بلاش تطمع، وفي نفس الوقت لو السهم خسر أنت ممكن تبقى دي فرصة اللي أنت تشتري تاني أصلًا. رابع حاجة، وقت ما السهم يخسر ده مش معناه اللي أنت خلاص تبيع أسهمك وتطلع تجري وتسيب الشركة دي تهرب. ليه بقى؟ لإن زي ما قُلت لك أنت لسه ما خسرتش خسارة فعلية، لإن ممكن يبقى ده فرصة أو تخفيضات يا عم اعتبرها تخفيض على السهم، إن أنت تشتري أسهم أكتر عشان تزوّد أرباحك فيما بعد، لإن برضه قوانين من قوانين الاستثمار المهمة جدًا وهي الشراء عند سيلان الدماء في الشوارع. بمعنى إيه بقى؟ مثلًا بقى أي مصايب حاصلة أو أزمة اقتصادية أو كورونا زي اللي حصل دلوقتي، أنت أحسن لك وحاجة ممكن تعملها واللي أنت تمشي عكس التيار، لإن السوق ساعتها هيكون وقع، زي دلوقتي كده. أسهم اللي أغلبها كده أغلبها بتُقع بسبب الأزمة الاقتصادية، فأنت لو رُحت اشتريت دلوقتي والسهم في أرخص أسعاره، أنت فيما بعد الأسعار دي هتتضاعف وهتكسب أنت أرباح كويسة أوي. أنت مثلًا بقى مش جاي معاك حوار الأسهم وخايف بقى من حتة الأسهم وRisk وسهم طالع وسهم نازل ومش عارف إيه، وعايز إيه، حاجة خطورتها قليلة شوية، تعمل إيه؟ هنا بقى عندك صناديق استثمارية، دي بقى بتعمل إيه؟ دي بتبقى عبارة عن حاجة واحدة مجمّعة مثلًا حوالي 500 شركة مثلًا والّا حاجة، الفلوس اللي أنت بتحطها في الصندوق دوّة بتوزّع المخاطر على ال500 شركة كلّهم، بحيث مثلًا إن أنت لو عندك 200 شركة وقعوا، عندك مثلًا 300 كسبوا، فأنت اللي كسبت الفرق ده، فأنت هنا بقى الربح بيبقى قليل شوية، بس في نفس الوقت بتحافظ على قيمة فلوسك من التضخم، دخل سلبي يا باشا، بتجيب فلوس وأنت نايم على المخدة، بس في نفس الوقت زي ما قُلت لك تحط فلوس بشكل شهري، عشان دي هتفيدك أوي. وبس كده كفاية لحد هنا، وغالبًا مش هيبقى آخر فيديو عن الحوار دوّة، وبرضه هتلاقيني في بقية المنصات لو عايز تسألني على أي حاجة، انستا بقى وفيس والدنيا دي كلها الروابط بتاعتها تحت. وبرضه لو احتجتوا أي حاجة ممكن تسألوني أسئلة تانية، ولو محتاجين فيديو تاني أو حاجة أوسع من كده، فالدنيا هتبقى كويسة برضه، وهاقرا كومنتاتكم كلها، وهنجاوب عليكم إن شاء الله لو نعملوا حلقة كمان على الأسئلة اللي أنتم عايزينها، وممكن برضه نبقى نرد في أسئلة قصيرة على التيك توك والريلز والفيسبوك. وبس كده، يا رب تكون فدناكم، ما تنسوش تدعمنا باللايك والشير والاشتراك لو أول مرة تشوفنا، وتفعل زر الجرس عشان تشوف كل جديد، وتتابع الفيديوهات اللي فاتت وتستنى الفيديوهات اللي جاية، ومع السلامة.